يا صباح الخير عليكم. طبعا جمهور الاهلي نام كله امبارح على واقع التعادل الغريب ما بين الاهلي وما بين الداخليه في الدوري المصري الممتاز. تعادل الاسوأ منه كان اداء الاهلي الحقيقه. بعيد تماما عن الخطوره على المرمى، هجمات مش مكتمله، عدم قدره على فرض السيطره بشكل كافي، تذبذب كبير جدا في المستوى. كان الناس قالت او كنا كلنا قلنا انه مارسيل كولر اهم ما فيه انه زرع الروح الهجوميه والاداء الهجومي الرائع جدا في لعيبه الاهلي، وقدرته على اعاده الاهلي الى مستواه، واعاده لعيبه كتير جدا الى مستواهم. ابرز ما في ماتش امبارح الحقيقه كان الهدف اللي سجله محمود عبد المنعم علشان يؤكد تاني، انا مصر عليها، انه محمود عبد المنعم هو الخيار الافضل للاهلي هجوميا على صعيد المهاجم الصريح، رغم انه هو مش مهاجم صريح، ولكن لانه للاسف الشديد جميع تعاقدات الاهلي سواء على الصعيد المحلي او الصعيد الاحتراف من الخارج ما كانش بشكل جيد. كانت دايما تعاقدات بتفتقر الى الدقه في التعاقد، في تقييم اللاعب. بعضها تعاقدات انا شايف فقط لاسكات الجماهير واسكات السوشيال ميديا اللي دايما بتطالب الاهلي بتدعيم خط الهجوم. ابرز دليل على كده الاعتماد المتواصل على بيرسي تاو، ويمكن للمباراه الثالثه او الرابعه او الخامسه على التوالي مع مارسيل كولر، واللاعب انتاج لا شيء. شادي حسين مش عايز ان انا اثقل عليه يعني لانه بيهاجم كتير، ولكن شادي حسين جات له كور في منطقات او في اماكن لازم يسجل منها اهداف، ولكن ايضا للاسف شادي حسين بعيد تماما عن انه يكون مهاجم الاهلي الاساسي. البعض بيقول الاستغناء عن حسام حسن لم يكن بالامر الجيد. حسام حسن تعرض الى مشاكل كبيره جدا، الضغط النفسي عليه، تعامل معاه موسيماني بشكل خطأ. موسيماني رغم ان انا مدرب بحترمه جدا على الصعيد التكتيكي في المواجهات الكبرى وفي البطولات الكبرى زي دوري ابطال افريقيا زي كاس العالم للانديه، ولكن موسيماني عنده طريقه سيئه في التعامل مع بعض اللعيبه اللي ما بيكونش مقتنع بيها، بيفقدوا من الثقه بنفسهم بشكل سريع جدا. ده كان ضحيته للاسف حسام حسن. ما بحبش الكلام اللي يتقال اصل هو بيلعب بعيد عن الضغوط وبيلعب مع الاهلي في ضغوط ايه اللي مع الاهلي. يعني انا مش شايف انه فرقه الاهلي اللي موجوده والمستويات الفنيه اللي موجوده في الاهلي تعمل ضغوط على اي حد. يعني انت مش بتلعب في بايرن ميونخ مثلا جنبيك توماس مولر وجنبيك مش عارف مين، فانت بتلعب خايف من كل باصه ان انت ما تبقاش. ده كل اللعيبه مستواها يعني يا عادي يا اقل من العادي في معظم الاحيان، يعني فهي ضغوط ايه. ده لعيب راح من الاهلي عمل 6 اهداف مع سموحه، جايب 6 اهداف مع سموحه، عامل 4 تمريرات حاسمه، يعني انفولفد او مشارك فيه 10 اهداف مع سموحه اللي هو حسام حسن. ما اللي عملهم مع الاهلي من ساعه لما راح في الموسم اللي قعدوا مع الاهلي الحقيقه ما يجيش 1/10 من اللي عمله مع سموحه. اكيد في مشاكل، في مشكله كبيره جدا داخل الاهلي في التعاقدات، في الصبر على اللعيبه، في يعني تدعيمات الفريق بشكل عام. ده بالنسبة للمستوى أو الأداء الفني بتاع الأهلي. في حاجة تانية كمان إنه الواحد ملاحظه، يعني إنه في فترة موسيماني كان هي نفس المشاكل. ده التعادل الخامس تقريبا للأهلي في الدوري، وده عدد كبير من التعادلات ومن إهدار النقاط في وقت قليل جدا. كان مع موسيماني كان الكلام انه موسيماني بيرهق اللاعبين، موسيماني ضعيف تكتيكيا، موسيماني مش عارف ايه. مع مارسيل كولر بقى لا، نلف الكلام بقى، اللعيبه هي اللي سيئه، اللعيبه هي اللي مش عارف ايه، ما بتستغلش الفرص، الاصل في اجهاد بسبب تلاحم الماتشات، اصل مش عارف. هو من الواضح كده انه كان موسيماني تقيل على الاعلام، وتقيل على جمهور السوشيال ميديا او بعض جمهور السوشيال ميديا. وكان رغم ان الراجل نسبه نجاح، يعني انا اعتقد مع كامل احترامي لمارسيل كولر وكامل تقديري ليه، والراجل ده انا متابعه من ايام ما كان مدرب النمسا لما صعد بالنمسا الثامن عالميا، بس انا بعتقد انه موسيماني نجاحه في المواعيد الكبرى والبطولات الكبرى يعني بيديله افضليه على كتير جدا من المدربين. الحقيقه الراجل مدرب من جنوب افريقيا ياخد دوري ابطال افريقيا 3 مرات ويصل للنهائي 4 مرات، ده شيء يعني مهم جدا، ويجب ان يكرم هذا الراجل عليه، ويعمل ثالث عالم للانديه مرتين.
منهم مرة على بالميراس ومرة على الهلال السعودي، شيء احترم جدا طبعا يعني. فدي كانت بس محاولة للكلام على الأهلي ومشاكل الأهلي وهجوم الأهلي. وأنا لازلت شايف إنه المشكلة الأساسية في الأهلي هي حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إنه الأهلي طول عمره بيعتمد على مين؟ الأهلي بيعتمد على الأجيال الصاعدة من منتخبات الشباب ومنتخبات المراعم أو الأعمار السنية القليلة، وبيعتمد على عدد جيد من المحترفين بتتعاقد معهم عين كانت رائعه في انتقاء اللاعبين. العين دي هي اللي جابت فيلافيو، والعين دي هي اللي جابت جilberto، والعين دي هي اللي جابت احمد فيليكس زمان، والعين دي هي اللي جابت لعيبه زي علي معلول. اخر التعاقدات الجيده اللي وصلت الاهلي، او اليو ديانج كمان عشان ما نظلموش. ولكن هذه العين دلوقتي هي اللي بتجيب بيرستاو، وهي اللي جابت ميكاسوني، وهي للاسف الشديد اللي بتجيب لعيبه وما فيش فيها اي، وهي اللي راحت جابت سافيو، وهي اللي بتقول ان سافيو عامل مشاكل دلوقتي بدون سبب مفهوم. يعني الاختلاف او ازمه الاهلي الحقيقيه دلوقتي في اللي كان بيتعاقد زمان واللي كان بيتعاقد دلوقتي، وازمه الاهلي الحقيقيه في ضعف المستوى بتاع الشباب والناشئين اللي بيتم تصعيدهم من منتخبات الشباب والناشئين صغيرة العمر. شكرا ليكم. ده كان محاولة للتعرض، وكان يعني مداخلتنا النهاردة عن أداء الأهلي وعن الصعوبات اللي بيلاقيها حاليا في الفترة الأخيرة اللي مأثرة على مستواه في دوري أبطال أفريقيا. في صعوبة كبيرة جدا حتى للتأهل للدور الثاني في دوري أبطال أفريقيا، أو مأثرة على مستواه في الدوري بالتأكيد. نشوفكم في مداخلة وفي وقت آخر إن شاء الله.